كتير مننا نفسه يبدأ حياة جديدة ويبدأ برحلة التغيير في حياته، بس يا إما خايف ياخد المخاطرة ويشتغل على نفسه، ودايما بتشده لورا منطقة الراحة. واحذر، لأن العدو ليك في التغيير هو منطقة الراحة. يعني أبدأ أخد خطوة، أنا حاسس إن أنا عندي فرصة أحسن عن شغلي في الوقت الحالي، أو عندي فرصة في الحياة أفضل، بس خايف من المخاطرة. فدايما بص إن ده عدو ليك. وخلي بالك ان التغيير الحاجة الثابتة في حياتنا هي التغيير، بمعنى هيحصل لك التغيير، هيحصل لك، بس يا اما هيحصل لك باختيارك، انت اللي هتختار وانت اللي هتقرر انك تبدأ حياة جديدة وتغير من حياتك، يا اما هيجي لك اجباري. كده كده هو جاي اجباري رغم الظروف والتحديات هيحصل تغيير، فانت اللي بتختار. فانت لازم تجري على انك تغير، وانك تغير من حياتك للافضل، مش تستنى انه يجي لك اجباري. فابدأ اعمل 3 خطوات أساسية عشان تستمر وتكمل في رحلة التغيير. أول حاجة، لازم أقعد مع نفسي وابدأ أشوف أنا اتعلمت إيه وإيه الحاجة اللي أنا مقصر فيها عشان أشتغل عليها. ولما بقعد مع نفسي أنا مش بقعد أجلد نفسي على اللي حصل في الماضي، أنا بقعد أتعلم من دروس الماضي وإيه اللي أنا محتاج أشتغل عليه عشان أوصل للمستقبل. رقم 2، دور في علاقاتك، الناس اللي عكس أهدافك وطموحك وفكرك اقفل علاقتك معاهم. يعني ما ينفعش ان انت تقعد مع ناس تشدك لتحت، ابدأ دور على ناس تدعمك، ناس تكون فكرك وطموحك تقدر ان انت تشتغل معاهم، تقدر ان انت تواظب الدنيا معاهم، يكونوا ناس داعمة ليك، نفس الفكر ونفس الاهداف ونفس الطموح، بيخلوني دايما عندي حافز وليس العكس. رقم 3، ابدأ شوف جوانب حياتك، أنا محتاج أهتم بأني جانب في حياتي. يعني التغيير أنا محتاجه في أني جانب، إيه المهم إن أنا أغير؟ الجانب الشخصي بالنسبة لي أنا مهتم بيه، أدي لنفسي كام من 10. طب إيه اللي أنا محتاج أغير فيه؟ الجانب الأسري، شوف أنت الجانب المهني، أنا أدي لنفسي كام من 10، محتاج أعمل إيه عشان أطور من نفسي وأبدأ رحلة التغيير. التزم، استمر، هتنجح في رحلة التغيير.